بسم الله الرحمن الرحيم. ازيكم يا حبايب قلب؟ عاملين ايه؟ ان شاء الله تكونوا بخير وسلام يا رب. كل سنة وانتم طيبين ورمضان كريم علينا كلنا. بصراحة احنا بقالنا سنين بنشرب تمر الهندي من بره، بس عمره ما كان زي اللي هنعمله في البيت ان شاء الله. اللي بيتباع بره بيبقوا مكترين سكر كتير والوان صناعية طبعا كتير وملح ليمون كتير، بيخلي الطعم لاذع شوية، ومش طبيعي قوي يعني. فانا علشان كده النهارده قررت ارجع للوصفه اللي هي هعملها لكم برضو، بس ايه يعني زي بتاع الشارع، بس طبعا بنظافه وحاجه يعني ان هي ايه مظبوط المظبوط ان شاء الله باذن الله. عندنا هنسمي بسم الله ونصلي على الرسول عليه الصلاه والسلام. اول حاجه يا جماعه عندنا هنا سكر، ده كيلو سكر، بيبقى خشن شويه مش ناعم. والمجموعه اللي انا وريتها لكم دي بتيجي من عند العطار. انت قولي له عايزه مجموعه التمر لمقدار كيلو سكر، فهو بيديكي المقدار بالظبط. فانت بتجيبي الكيس وتفضيه كله على السكر زي ما انتوا شايفين كده. هو ده يا جماعه المقدار بيكفي كيلو سكر بالظبط. يعني انا بعمله على كيلو سكر بيطلع مظبوط واحسن من بتاع بره، وعلى الاقل انت ضامنه نظافه السكر ونظافه الحاجات اللي انت هتعمليها وعاملاها بايديكي. فطبعا انت كده عاملاها، وما نكترش منه يا جماعه برضو، علشان انا مش هقول لكم ان هو مفيد، لا بالعكس ده هو مضر. بس يعني مره او مرتين في الاسبوع مش هيضر. وبصراحة يعني أول أنت لو سألتي أي حد أنت بتفطر أول يوم رمضان إيه هيقولك التمر، وطبعا وهو ساقع وجميل وفيه مكعبات التلج، وانتوا عارفين الباقي وبالهنا والشفا. علشان بقى ما تشتتوش مني، انا هنا حطيت كل المقدار اللي في الكيس، اللي هو ملح الليمون واللون والازازة اللي هي السايلة دي، ده اللي هو ريحة التمر يا جماعة. بنقعد ندعك كده جامد كأنك بتدعكي عجينة بقى، لازما يدعك كده. شايفين يا جماعة؟ شايفين اللون بيلمع واسود وغامق ازاي؟ والريحة بقى ما اقولكمش. بصراحة الريحة فضلت يعني مفحفحة كده في الشقة كلها. كل ما ولادي يدخلوا يقولوا يا ماما انت عامله لنا عصير تمر النهارده من كتر الريحه. طبعا الكيلو السكر هيملى لنا نص البطرمان ده. شايفين البطرمان ده كبير على فكره، يعني البطرمان ده بياخد 2 كيلو. فشايفين خد نصه يعني كيلو، مقدار الكيلو كله. الكيلو كله ده يا جماعه بيعمل قد ايه؟ انا هنا جبت لكم عشان اعمل برضو قدامكم، وجبت شفشق وفي ميه ساقعه، حطيت معلقتين كبار، وطبعا السكر على حسب الرغبه زي ما اتفقنا. وعلى فكرة ممكن برضو ما تحطوش سكر، السكر اللي فيه ممكن يكفي، لكن انت لو حباه ان هو مسكر شوية كمان فزود السكر. شايفين بقى اللون واللمعة والجمال والحلاوة؟ شايفين يا جماعة؟ على فكرة البطرمان ده هيقعد معاكي رمضان كله، انا بيكفي عندي رمضان كله. وساعات طبعا مع العصاير الفريش والعصاير التانية بيقعد كمان في شوية بعد العيد، بيقعد معايا يعني بيكفي رمضان وبيفيد معايا كمان بعد رمضان. وكل سنة وانتم طيبين يا رب. الفيديو النهاردة يكون عجبكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.